عضو الهيئة التأسيسية لحركة النهضة والمكلف بالدراسات الشبابية. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أريد أن أوجه تحية لهذا الظهور الذي أكد بما لا يدع مكانا للشك تواجد حركتنا في كل الجهات. لقد كذب المخبتون، حركتنا موجودة في كل ربوع هذا الوطن العزيز. نترحم بعد ذلك على شهداء وطننا من معركة الاستقلال إلى ثورة الحرية والكرامة، ثورة أعادت لتونس صورتها واعتبارها بين الشعوب بعدما سوق نظام السابق صورة عن بلدنا، فأصبح يتداول أن تونس ملاذ لكل صاحب شهوة. كلا، فثورتنا جعلت شعبنا وشبابنا مصدر إلهام لكل الكون، ولا أقول لمنطقتنا العربية والإسلامية، ولكم في إسبانيا دليل، وفي الصين دليل، ولكم في تركيا وأندونيسيا أسوة حسنة. والسلام عليكم. الكلمة الآن للأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك الملك، يحيي ويميت، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وزعيمنا وإمامنا وشفيعنا محمد رسول الله عليه وأصحابه ومن تبع هداه أزكى صلاة وتسليم، وعليكم معه كل تحية وتقدير. تغيير الفنادق في ولاية المستير في شهر أوت 87 كان مدبرا من المخلوع من أجل القضاء على حركة النهضة. كم عملوا على تشويه هذه الحركة وربطها بالعنف
فعلوا ذلك في باب السويقة أيضا. هو عمل أيضا مدبر ومخطط في قصر قرطاج الذي حوله المخلوع إلى مغارة علي بابا لتجارة المخدرات وللتآمر على الوطن. هذا التاريخ سيعاد النظر في الأسطورة التاريخية التي صنعت لشعب تونس حتى يتلاشفوا الملفات الحقيقية لنرى تاريخ تونس على حقيقته، ولنرى أن حركة النهضة لم تكن يوما إلا حركة مسالمة وفي خدمة شعبها. من شهداء هذه المنطقة، هذه القلعة، الشهيد أنور الجوادي. من شهداء هذه المنطقة صلاح الدين بطاي، استشهد وهو يقود مسيرة في صفاقس سنة 87. أي نعم، هذه الموكبة من الشهداء لم تكن كما قلت غريبة عن هذه المنطقة، فهذا امتداد لتاريخ مجيد في الدفاع عن استقلال البلاد وفي الدفاع عن الإسلام وعن العروبة. فرحم الله الشهداء وزكى دماءهم وخلفهم في هذا الشعب خيرا إن شاء الله. هذه الثورة المباركة أيها الإخوة، ثورة 14 جانفي التي فتحت الطريق أمام شعبنا، فتحت الطريق لمثل هذا اللقاء، فتحت الطريق أمام تونس حتى ترتفع هذه الراية المباركة في كل شارع يلهج بالحرية من هنا إلى بلاد الصين. فما أعظم هذه الثورة وما أعظم دماء شهدائها رحمهم الله رحمة واسعة. ماذا حققت الثورة حتى الآن؟ خلعت ديكتاتورا كان يظن الناس أنه لا يخلع، ولكن هذا الشعب الراقي، الشعب التونسي، كشف عن عبقرية، عن ذكاء صاحبه توفيق من الله سبحانه وتعالى. خلال 4 أسابيع رأينا الطاغية يخرج بلباس النوم هلعا مفارقا لهذا البلد الذي ظنه أنه حديقة خاصة به وبعائلته، تاركا تونس ليسودها الشعب التونسي اليوم يمارس سيادته على الأرض، فكل من يريده الشعب يقبله، كل ما لا يريده الشعب اليوم يقول له ارحل دجاج. الشعب اليوم تحرر من الخوف، لم يعد الشعب يخشى أحدا إلا الله الواحد الديان. أما شعبنا اليوم أسقط الخوف من قلبه، فسقط الدكتاتور وسيسقط بقاياه في هذه البلاد إن شاء الله. سقط الدكتاتور لكن بقاياه لا تزال في الأرض، لا تزال في الإدارات، لا تزال في الشرطة، لا تزال في المال، لا تزال أموال الشعب التونسي. لا نرى هناك جدية في استعادة أموال الشعب التونسي، لا نرى هنالك جدية في محاسبة الذين سفكوا دماء أكثر من 300 شاب من شباب الثورة. لا نرى جدية في محاسبة هؤلاء الذين قتلوا هؤلاء الشهداء وعذبوهم وسلخوهم. نحن لسنا مطمئنين
إلى أن العدالة اليوم آخذ مجراها، ولذلك نحن لا نطالب بالتشفي ولا نطالب بالثأر، وإنما نطالب بماذا؟ نطالب بالوكالة، بأن تجروا الانتخابات في 24 جويلية. فإذا أردتم أن تغيروا هذه الوكالة، هذه مهمة ينبغي أن تعودوا إلينا مجددا حتى نوافقكم أو لا نوافقكم على تغيير الوكالة. نحن نؤكد أن هذا الشعب ينبغي أن لا تسلب سيادته. هذا الشعب أسقط ديكتاتورية وليس مستعدا أن يقبل أي ديكتاتورية بأي اسم، سواء كان اسم علماني أو حتى اسم إسلامي. الشعب سيد اليوم. قد تبدو النهضة اليوم أهم حزب في الساحة الوطنية، ولكن هذا إذا صح، ونحن نعتقد أنه صحيح، لأن الشعب وفي، هذا الشعب وفي لدماء الشهداء، يدرك أنه لم تبقى خلال 20 سنة الماضية أو 23 سنة الماضية، بل منذ سنة 81 لم تبقى عائلة تونسية إلا وفيها سجين أو فيها مشرد أو فيها مطرود من عمله. فالحركة الإسلامية تغلغلت في عمق ونسيج هذا المجتمع اليوم.